السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في المتحف الزراعي. المتحف الزراعي في مصر كان الهدف من إنشائه هو التوثيق لذاكرة مصر الزراعية ونافذة تطل منها كل الأجيال على حضارة مصر الزراعية. كمان كونه مركزا للثقافة الزراعية. كان المتحف قد أقيم في سرايا الأميرة فاطمة إسماعيل بنت الخديوي إسماعيل في حي الدقي. بدأ العمل في المتحف الزراعي المصري عام 1930 لما صدر قرار مجلس الوزراء المصري في 21 نوفمبر في عام 1927 أطلق عليه في البداية اسم متحف فؤاد الأول الزراعي. يمكن كمان ان احنا نعتبر المتحف الزراعي مش متحف واحد، لكن هو 8 متاحف مش متحف واحد، وبتزيد مساحته عن 30 فدان اي ما يعادل 125 ألف مربع، ويعد أول متحف زراعي في العالم.